عودة السكنات القديمة لببجي موبايل وبدلة الهائم بالسيزون الجديد. تابع معي الفيديو لتعرف كل التفاصيل الجديدة والأسلحة القابلة للتطوير. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن أخواني؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسبب الظروف يا جماعة أنا صار لي فترة غايب عن القناة، فبتمنى تدعموني بلايك لهذا الفيديو لحتى ترجع القناة على التفاعل من جديد. بسبب الظروف طبعا يا جماعة غايب عن القناة، فربي يسعدكم. لا تنسوا تدعموني بزر اللايك إذا كنتوا عم تتابعوني لأول مرة، والأخوة اللي عم تتابعوني أول مرة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الجميع لحتى توصل الإشعارات وتصل أول بأول على اليوتيوب لكل المتابعين. طبعا بالنسبة لفيديو اليوم يا جماعة رح نستعرض السيزون 12 الرويال باس الجديد بشكل كامل من الار بي 1 حتى الار بي 100. رح نستعرض كل هاي التفاصيل بالإضافة للأسلحة القابلة للتطوير والتفاصيل الجديدة، البونus باس، كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها بهذا الفيديو. فربي يسعدكم، شكلوا لي الوضع بدعمكم بزر اللايك لهذا الفيديو وتعليقكم الجميل، وما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد عم تتابعوني، وتثبتوا لي بالتعليقات مين مستمر ومتابعني على القناة وبينتظر الفيديوهات بالقناة. تمام يا جماعة، بدون ما نطول عليكم رح نتعرف على الرويال باس 12. مثل ما نكون شايفين هي السكنات اللي رح تكون موجودة معنا بالسيزون الجديد والموسم القادم. مثل ما نكون شايفين يا جماعة السكنات اللي رح تكون معنا بهذا الشكل. رح يكون في عنا بدلة الأرنب، هي طبعا بالإضافة للام كي مثل ما نكون شايفين سلاح البوتات. طبعا رح يكون هذا قابل للتطوير الام كي. بالنسبة لهي البدلة يا جماعة بصراحة البدلة كتير مميزة، وكانت موجودة عنا بدلة الأرنب بالسيزونات القديمة، فببجي موبايل حبيت تعيد فكرة بدلة الأرنب. ومثل ما نكون شايفين المحتويات رح تكون عنا بهذا الشكل. يعني بالنسبة للرويال باس يا جماعة المحتويات بالنسبة لي جدا عادية. مثل ما نكون شايفين يعني السكنات اللي عم تنزل بصراحة يعني ما بعرف تقييمكم لا انتم شو رأيكم، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. صار التركيز اكتر شيء على البونص باس من ببجي موبايل، فنتمنى انه ببجي موبايل بتعيد هيبة الرويال باس وتنزل سكنات يعني عليها هيك القيمة. فانتم شو رأيكم بهذا السكن، سكن بدلة الأرنب هاد، شو رأيكم فيها وتقييمكم لها؟ ومثل ما نكون شايفين يا جماعة بالنسبة للاسترداد رح يكون في عنا سكنات السيزون الثاني، بدلة الهائم، بدلة الأرنب القديمة، السكنات القديمة. القديمين بببجي موبايل بيعرفوا هي السكنات، وانتو اكتبوا لي بالتعليقات مين عنده هي السكنات. طبعا هي السكنات يا جماعة رح يكونوا بالاسترداد بعد ما تكمل المهمات عن طريق نقاط الار بي، بتحسن تفتح على هي السكنات وتحصلها. وكمان يا جماعة خبروني بالتعليقات مين عنده هي السكنات. مثل ما نكون شايفين رح يكونوا عنا بالاسترداد، واحتمال كبير رح تكون بدلة الهائم موجودة معنا. نرجع للرويال باس 12 يا جماعة. مثل ما نكون شايفين المحتويات رح تكون بهذا الشكل، قسائم التخفيض، اللوجو الخاص بالبدلات رح يكون بهذا الشكل، الشعار الخاص بالسيزون الجديد، البدلة بدلة الأرنب هي رح تكون موجودة معنا بهذا الشكل. طبعا بدلة الأرنب رح تكون على الليفل 100 مثل ما نكون شايفين. فشو رأيكم فيها يا جماعة؟ بصراحة البدلة يعني منظرها كتير غريب، مشراني أرنب مشراني، رح يكون بهذا الشكل. فأنتوا شو رأيكم فيها وتقييمكم لها؟ ورح تكون أيضا عنا على الار بي 1 هي البدلة مع الشعر الخاص لها،
بصراحة البدلة حلوة، يعني سكن بناتي، شخصية بناتية رح تكون. فشو تقييمكم لها؟ بالإضافة لسكن الام 16 رح يكون بهذا الشكل فستان، والرقصة الخاصة على الار بي 15 الطيارة رح تكون بهذا الشكل. يعني السكنات جدا عادية. خوذة الأرنب رح تكون بهذا الشكل على الار بي 20. على الليفل 2 مثل ما انكم شايفين رح تكون بهذا الشكل، والليفل 3 بهذا الشكل. ورح يكون ايضا عنا الباراشوت كمان رح تكون بهذا الشكل، وعنا سكن للمسدس. بالنسبة للرقصات سكن المسدس طبعا على الار بي 30، الرقصة هي كمان رح تكون على الليفل 30، والليفل 40 رح تكون عنا هي البدلة. طبعا السكنات جدا عادية. تقييمكم لها يا جماعة؟ شو رأيكم بالسكنات الجديدة؟ الام كي يا جماعة حكيت انه رح تكون قابل للتطوير، رح تكون بهذا الشكل مع الكل مسج الخاص لها. وكمان الرقصة على الار بي 55 رح يكون بهذا الشكل. عنا سكن لل في اس اس. بالاضافة يا جماعة رح يكون عنا الحقيبة رح تكون بهذا الشكل سكنها كمان على شكل الارنب بهذا الشكل. فشو رأيكم يا جماعة بهي السكنات؟ هاي الميدالية الحلية اللي بتنحط على الجنطة، اللوجو الخاص بالسيزون الجديد. رح يكون في عنا سكن جديد للجمل على الار بي 70. طبعا هي الجمل رح يكون عنا مركب جديد بالمود سكن الجمل، ورح يكون عنا الجمل بالمود الجديد. سكن للام 7 على الار بي 90 رح يكون بهذا الشكل. طبعا تابع للبدلة الأرنب، يعني رح يكونوا سوا. ومثل ما نكون شايفين هي بالاسترداد رح يكونوا عنا بهذا الشكل السكنات. فشو رأيكم فيها يا جماعة؟ خبروني بالتعليقات وتقييمكم لهذا الموسم. يعني بصراحة السكنات جدا عادية. هلا ننتقل يا جماعة بالنسبة للبونس باص. طبعا الفخامة يا جماعة دائما عودتنا ببجي موبايل، الفخامة أصبحت بالبونس باص. رح يكون في عنا هدول البدلات مثل ما نكون شايفين بالبونس باص A12. يعني رح يكون في عنا سيارة الباجي بالإضافة للبي 90 رح يكون قابل للتطوير، فأنت رح تختار واحد منهم. بالإضافة للبدلتين مثل ما نكون شايفين الشخصيات اللي موجودات معنا رح يكونوا واحدة منهم، بتحسن تختار واحدة منهم، إما هي البدلة أو البدلة الثانية. فشو رأيكم وتقييمكم بين البونس باص والرويال باص 12؟ رح يكون البي 90 قابل للتطوير ورح يكون بهذا الشكل مع الكل مسج. الباجي طبعا رح تختار واحدة منهم، يا اما الباجي يا اما البي 90. فشو رأيكم بهي السكنات واي سكن رح تختاروا بيناتهم؟ طبعا الباجي يا جماعة كمان قابل للتطوير ورح يكون في إلها كل مسج. الخوذة رح تكون بهذا الشكل بالإضافة للحقيبة. يعني بصراحة بالنسبة لسكنات البونس باص أفخم من الرويال باص. طبعا يا جماعة أنا هذا رأيي الشخصي، فأنتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. أي هي أفضل، هل سكنات البونس باص أم سكنات الرويال باص 12؟ ومثل ما حكيت يا جماعة رح تحسن تختار سكن بين البي 90 أو السيارة والشخصيتين، واحدة منهم البدلتين بالبونس باص. وراح يكون عندنا اللوجو الخاص بالبونس باص بهذا الشكل بالإضافة للوبي. مثل ما نكون شايفين البدلات بهذا الشكل. الشخصيات صراحة السكنات جدا رهيبة متعوبة عليها. الباقي سكن كتير مميز، بالإضافة للملحقات هي راح تكون موجودة بالرقصات والخاصة بالبونس باص. اخواني حبايبي وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ربي يسعدكم. لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم بخير، سلام.